السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا وأصدقائنا اللي عايزين يطمنوا على منتخب مصر. وكله بعت لي على الخاص كتير وقال لي يا ترى هنعرف نكسب منتخب السنغال ولا لا؟ يا ترى هنقابل ازاي منتخب السنغال؟ مش عارفين عنه حاجة. يا ترى هو قوي؟ ايه نقاط القوة؟ ايه نقاط الضعف؟ انا هعمل لكم النهارده حلقة بعنوان الأرقام تكشف هوية المنتخب السنغالي. حلقة بعنوان الأرقام تكشف هوية المنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي في الخمس مباريات اللي فاتوا من أول البطولة من ساعة ما بدأت في ال 32 فريق صاحب أعلى معدل استحواذ على الكرة في كل فرق البطولة بنسبة لا تقل عن 63%. مش بس كده، خد التانية. المنتخب السنغالي أعلى معدل دقة تمريرات بنسبة 87%، بمعدل 444 تمريرة في الخمس مباريات اللي فاتوا. دقة في الهجوم حدث ولا حرج. المنتخب السنغالي مسجل 11 هدف في خمس مباريات بمعدل هدفين واتنين من 10 هدف لكل مباراة. مش بس كده، المنتخب السنغالي في ال11 هدف اللي سجلهم سجل منهم 10 أهداف جوه منطقة الجزاء وهدف واحد من خارج منطقة الجزاء. وده يدينا ويوحب ايه؟ يوحب ان المنتخب السنغالي السمة السائدة بتاعته ان هو بيحب يخترق من العمق جدا، وبيحب يعمل الجملة الكروية زي ما بيقول الكتاب من الالف للياء، وما بيحبش يلعب العرضيات الكتير، وما بيحبش يخترق كتير ولا اللعب الفردي كتير. المنتخب السنغالي كيف انه يضغط عليك ويبتدي الهجمة من ورا لقدام بالعمق لحد ما يوصل منطقة جزاء. ومش بس كده، المنتخب السنغالي بمعدل 16.4 تسديدة في كل مباراة، بيسدد على المرمى في كل مباراة 16 تسديدة و4 في كل مباراة، منهم 8.6 تسديدة تحت الثلاث خشبات. ومش بس كده، المنتخب السنغالي بيخلق لنفسه فرص حقيقية محققة لا يقل عن معدل 4 فرص حقيقية محققة، وبيهدر منهم من فرصتين لفرصتين ونص. ومش بس كده، المنتخب السنغالي دفاعيا دخل فيه طول البطولة هدفين فقط، من ضمنهم محافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات من ال5، بمعدل بيخش فيه أهداف بمعدل 4 في كل مباراة. ومش بس كده، المنتخب السنغالي عامل رقم 13.4 تدخل ناجح في كل مباراة، وعامل 7 اعتراضات بالكرة و22 تشتيتة. المنتخب السنغالي بيستعيد الكرة بعد فقدانها 46 مرة في كل مباراة. بيستعيد الكرة بعد فقدانها 46 مرة في كل مباراة. طب أين تظهر هشاشة المنتخب السنغالي؟ أين تظهر نقاط ضعف المنتخب السنغالي؟ المنتخب السنغالي دايما بيحب يخترق من العمق، مش كيف لعب على أجناب، ودايما عنده مشكله في التحولات العكسيه، لانه دايما بيحاول يعمل جمله من ورا لقدام زي ما قال الكتاب 1 2 3 4 5 باكبر معدل نقلات كره. فلما بيفتقدها بيعمل فاولات، اكبر معدل فاولات بيعملها خشونه جوه المباراه، بيعمل فاولات تكتيكيه جوه المباراه كتير، وده بيأثر على نظام الدفاع بتاعه. وده لو في فرقه قدامه زي مصر بتعرف تعمل التحولات العكسيه زي ما عملتها قدام كوت ديفوار، المنتخب السنغالي بيتضرب بسهوله، لان دايما الباكات بتاعته طايره، دايما بيحب يهاجم بكل فرقه، بس بيحب يجيب الهجمه زي ما قال الكتاب من ورا لقدام. 1 2 3 4 5 6 7 بتعرف تعد لغايه كام. لكن مش كيف لعب على الاطراف، مش كيف رفع اللي هو بمعدل 30% طول الخمس مباريات رفع كور، وال70% اختراق من العمق. ابرز لاعبي المنتخب السنغالي بابي جاي، لاعب وسط بهويه مهاجم. بابي جاي لاعب وسط بهوية مهاجم، اللي أحرز حتى الآن في 5 مباريات 3 أهداف، من ضمنهم هدفين في السودان. مش بس كده، ده بابي جاي مساهم دفاعيا بنسبة كبيرة جدا، بنسبة 2.6 تدخل ناجح في كل مباراة، وبنسبة 4 اعتراضات في المباراة، اعتراضات بالكرة مش اعتراضات لفظية.
بالاضافه الى مشاركته في التحولات العكسيه في الدفاع بيقدر يستعيد الكره ويسلمها تاني، وده بيعمل اريحيه لخط النص بتاعه. استعاد الكره في الخمس مباريات بنسبه 2.7 في كل مباراه. بابيجي حدث ولا حرج، رمانه ميزان المنتخب السنغالي. اظن كده يا اصدقائي انا قلت لكم كل نقاط القوه ونقاط الضعف بتاعه المنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي عايز نفس طريقه مصر لما لعبت كوت ديفوار. مصر اتقفل بخمسه قدام المنتخب السنغالي لانه بيعرف يجيب الكتاب من الجلده للجلده زي ما بيقولوا، بيحب يعمل الجمل الكرويه من الجلده للجلده زي ما بيقولوا. ما عندوش تنوع هجومي، عنده بس بيحب الاختراق من العمق، الاختراق من العمق، الاختراق من العمق. لما بيفقد الكوره بيبتدي يعمل فاولات، تدخل خشونه. الفاولات دي تنفع ان احنا نستغلها كتير. عنده تسديدات على المرمى قويه جدا. مسجل 11 هدف زي ما قلت لكم، من ضمنهم 10 اهداف من جوه منطقه الجزاء. ده يوحيلك بان هو بيحب يوصل لحد منطقه الجزاء. فلو قفلنا عليه بالخمسه بنفس خطه حسام حسن اللي عملها قدام الكوت ديفوار، هنقدر ناخد الكوره ونلعب التحولات العكسيه اللي بيبقى كاشف خط ظهره جامد اكتر من المنتخب الايفواري، لان بيبقى مطير الباكين بتوعه. ودايما الباكين بتوعه في الارتداد العكسي بيبقوا عندهم نسبه بطء شويه، ما عندهمش غير بابي جي الوحيد اللي بيرجع وبيحاول يعمل فاولات ويعمل تدخل ويعمل اعتراضات عشان خاطر يستعيد الكره ويسلمها تاني ويبتدي يحط الفرق اللي قدامه تحت ضغط هجومي. المنتخب المصري قادر على انه يلاعب المنتخب السنغالي بالعقل، لكن بدنيا وذهنيا وسرعات لا، ممكن نكون مش قادرين. ولكن ايه المشكله لما تبقى انا المخ وانت العضلات؟ منتخب مصر قادر بصوره كبيره جدا انه يقدر ينافس المنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي ما عندوش غير سمه لعبه واحده تاني، وهي الاختراق من العمق. ولكن عنده معدل تسديدات قوي جدا، عنده معدل دفاع كويس جدا. لكن واضح ان عشان خاطر الخمس فرق اللي لعبها كان بتلعبوا الماتش سجال. عايز اقول لك ان مالي اللي هي لعبه المباراه قدامه كده سددت مش اقل من 8 تسديدات في المباراه قدامه. عنده لما بيستخلص الكرة بيحب يحطك تحت ضغط، يستخلص الكرة ويروحوا كلهم تاني في العمق. الاختراق من العمق مصر بتقدر تزيح التكتل من قدامها بصوره كويسه جدا مع التحولات العكسيه اللي بنعملها لامام عاشور او لزيزو او لصلاح او لمرموش. مصر تقدر تكسب بهدف وبهدفين. ولكن نصيحة، ما تفتحش اللعب ولا تلعب باربعة قدام المنتخب السنغالي، لأنه عنده فكر في الجمل والاختراق من العمق بصورة قوية جدا، ولكن ما عندوش تنوع هجومي. المنتخب الإيفواري كان عنده تنوع هجومي من الأطراف ومن العمق ومن الأوفرات ومن كل حاجة ومن التسديدات. المنتخب السنغالي عنده من العمق وتسديدات لما يلاقي الدنيا مقفولة. لكن لو لعبته على الأطراف بصورة كويسة زي ما قلت لكم، الباكات بتاعته ما بتقدرش ترجع على تعمل الارتداد العكسي. الارتداد العكسي والتحرك بدون كوره للاعبي المنتصف بتوعنا والاجنحه هم دول اللي هيفرقوا معانا جدا جدا جدا. نصيحه ان محمد هاني ما يطيرش بصوره كبيره، ما يطيرش ولا احمد فتوح، لان عندهم دايما هيبقوا حاطينك تحت ضغط، دايما هم عايزين يحطوك تحت ضغط. لو المنتخب المصري قدر يقطع منهم الكور ويقلب الدفه، مش يقول يضغط عليه ولكن ما يضغطش ضغط عالي، ولكن ما يخلوش حاطط المنتخب المصري تحت ضغط، المنتخب السنغالي بيتبرجل، بيقول زي ما بيقولوا كده، يبقى انت كده لعبت في الاعدادات بتاعته. لكن لو فضلت سايب له الكوره بنسبه كبيره وحطك تحت ضغط وانت مالكش رد فعل، المنتخب السنغالي هيسجل لا محاله. مفيش فرقه ملهاش نقاط ضعف ومفيش فرقه ملهاش نقاط قوه، ولكن انا قلت لك نقاط قوه المنتخب السنغالي. واقفل معايا وارجع اتفرج على ماتشاته، على لقطات لماتشاته، او استنى لما ماتش مصر وهتشوف انه كيف اختراق من العمق، كيف تسديدات على المرمى من قدام منطقه الجزاء. ولكن غير لا يجيد اطلاقا اللعب العرضيات والاوفرات ولا المهاره واحد ضد واحد. ولكن هم فريق جماعي، ومنتخب مصر فريق جماعي تكتيكي. يا جماعه منتخبات افريقيا كلها قوه وسرعه ومهاره، لكن يفتقدوا للتكتيك والفكر والعقل. هو ده اللي بيميز منتخبات شمال افريقيا، مصر والمغرب والجزائر وتونس. لو مصر لعبت السنغال بالعقل هنكسب ان شاء الله، وبامر الله هنتقابل بعد المباراه واحنا كسبانين بامر الله. ولكن زي ما قلت 5 في الدفاع بنفس خطه المنتخب الايفواري، عشان خاطر
المنتخب السنغالي اوحش من المنتخب الايفواري في التحولات العكسيه، ما بيعرفش يرجع يرتد بسهوله، بيعتمد على لاعب واحد فقط وهو بابي جي. بابي جي لاعب وسط بهويه مهاجم. ان شاء الله بامر الله، بامر الله هنبارك لبعض بكره بامر الله.